تخيل كده يا صاحبي، احنا راجعين بالزمن سنة 1485 في اسبانيا، في زنزانة كئيبة ما فيهاش غير صريخ ست بتتعذب على ايد شوية رهبان شكلهم كده بيحاولوا يطهروها من الشر. بس الشر الحقيقي كان جواهم هما. واحد فيهم بيرمي كتب في النار وبعدين بيحط حاجة غريبة كده في صندوق شكله مرعب، كأنهم بيقفلوا جواه لعنة مش بيمنعوها. ومن غير مقدمات المشهد بيقطع على الزمن الحاضر، شمس، بحر، وشباب مبسوطين على شاطئ شمال اسبانيا. هناك بنقابل جيسون السائح الامريكي اللي عينه وقعت على بنت حلوه اسمها إريكا، واللي واضح جدا ان قلبه راح فيها من اول نظره. معاه كمان صاحبه توماس اللي دايما مستعجل وبيقول له يلا بينا نلاقي الباقي بدل ما نضيع اليوم في المعاكسه. وفي نفس الوقت بعيد عن الشط في مقبره محليه بنتعرف على المحقق إيزير اللي جاله بلاغه عن جثه متحلله ومليانه جروح غريبه، باين ان وراها جريمه مش بسيطه. وفين الصندوق اللي شفناه في البداية؟ لسه موجود دلوقتي في ايد راجل مشلول على كرسي متحرك شايله كأنه بيحميه من العالم. المهم بنرجع تاني لجيسون اللي راح مع اصحابه توماس وليزا المهرجة شوية عشان يلفوا في المعرض المحلي. وهو ماشي لوحده كده بيدخل مكان غريب شكله محل عرافين كله حاجات قديمة وغامضة، كأنك داخل متحف رعب مش دكان. وهناك بيقابل صاحب المكان الراجل المقعد اللي اسمه مالك. الراجل بيبدأ يرغي عن اللعنات والسحر والوباء، وجيسون واقف قدامه بيضحك ومش مصدق كلمة. فمالك بيتنرفز وبيشتمه، بس بعدها بيشوف حشرة غريبة شكلها زي البرغوث وقفت على قناع. ساعتها وشه بيتغير وبيعتذر وبيقول له انا عندي لعبة ليك اسمها مامبا. وبيجيب الصندوق القديم اللي شفناه زمان، بيقول لجيسون خدها هدية مني. جيسون بياخدها فعلا وبيرجع يفرج اصحابه عليها. اللعبة غريبة فيها تماثيل شبه وحوش وكروت مكتوب عليها كلام غريب وزهر. اصحابه بيضحكوا عليه وبيقولوا له ارميها يا عم شكلها لعبة من ايام الطاعون، بس هو بيرد بثقة ده الراجل قال انها معمولة من القرن ال14، يعني قديمة كفاية انها تبقى نحس. الليل بيجي والجماعة بيروحوا على حفلة على البحر. جيسون بيقعد لوحده يتفرج على اللعبة. بتيجي إريكا وبتبدأ تتكلم معاه، بتسأله هي اللعبة دي فيها سحر نور ولا ضلمة؟ هو بيرد اللي اعرفه ان اللي بيكسب فيها بتحقق له اللي قلبه بيتمناه. البنت بتبتسم وبتقول يبقى نلعب. ومن هنا يا صاحبي بدأت اللعبة اللي ما فيهاش فايزين بس فيها الناجيين. الجو بدأ يعتم والمطر بيخبط على الشبابيك، والجماعة قرروا يبدأوا اللعبة الغريبة اللي جيسون جايبها من العراف. جيسون بيقول لهم بصوا الراجل قال ان اللعبة دي مش بتتلعب ضد بعض، احنا بنلعب ضدها هي، يعني بالعربي كده اللعبة هي الخصم واحنا الارانب التجريبية. في نص اللوحة في تمثالين على شكل راسين تعبان، كل واحدة فاتحة بقها كأنها مستنياك تغلط وترمي الزهر جواها. توماس بتاع البنات اللي مفيش بنت بتسلم منه، أول واحد يتحمس بيرمي الزهر وهو بيضحك. أول رمية تمام مفيش حاجة، تاني رمية اللعبة تطلع له كارت مكتوب عليه كلام غريب بس هو بيتجاهله وبيقول أهو لعب عيال، بس يا ريتك ما كنت لعبت يا توماس. الدور بعد كده على جيسون، بيرمي الزهر بيطلع له كارت بيقول انه راس حد هتنفجر بس مكتوب كمان انه امن، فهو بيضحك وبيقول تمام اهو الحظ معايا، وهو مش واخد باله ان الكارت ده بعدين هيبقى سبب كوابيسه. بيجي الدور على بابلو اللي طالع مزاجه يسيب اللعب ويمشي، بيسحب كارت مكتوب عليه ان اللي هيسيب الطريق ويتجه للبحر هناك نهايته. الكل بيضحك وهو بيقول يعني خلاص انا كده خسرت، وبيروح فعلا زعلان. بس هنا بقى الرعب بيبدأ يا صاحبي. بابلو وهو سايق في الطريق الدنيا بتمطر والمزيكا عالية، بيوقف العربية علشان يعمل حاجة بسيطة عارفها، بس بيسمع وشوشة غريبة في الهوا. يلف وراه بيلاقي نفس البلغوت الغريب اللي كان في المحل، بيتفزع بيزق وبيتكعبل وبيقع من على جرف عالي. بيمسك في سلك شائك بس وزنه بيسحبه لتحت وبيقع في البحر، بس الغريب انه ما ماتش فورا، ومن المية طلعت له كائنات بحرية شكلها مرعب وعلى طول بدأوا يأكلوه وهو عايش. وده بالظبط اللي الكارت قاله البحر هيبقى نهايته. وبالليل الشرطة بتلاقي الجثة على الشط. المحقق إيزير بيشوف المنظر وبيعرف على طول ان ده مش حادث عادي، في حاجة شيطانية شغالة ورا الكواليس. اما اصحاب بابلو قاعدين لسه في البيت بيضحكوا بيكملوا اللعب ومش عارفين ان اول ضحية خلاص راحت. كل واحد بيرمي الزهر، واحد بينجو والتاني بيخسر. اللعبة شغالة ومفيش حد فاهم هي بتختار ضحاياها ازاي. وفجأة الباب بيخبط، الشرطة جاية تزورهم. المحقق بيبلغهم ان صاحبهم بابلو مات والجميع بيتصدم. الضحك بيختفي والرعب بيبدأ يعشش فعلا في قلوبهم. تاني يوم الجو كئيب والجماعة لابسين اسود واقفين في جنازة بابلو والكل مش مصدق اللي حصل. هو امبارح كان بيضحك معاهم والنهارده مدفون تحت التراب. بعد الدفن إريكا بتبص لجيسون وبتقول له مش شايف ان الكارت اللي طلع له شبه اللي حصل له؟ جيسون بيضحك ضحكة بسيطة وبيقول يا بنتي دي لعبة خشب مش عرافة. بس هو من جواه بدأ يخاف. الليل بيجي والكل لسه مشغول باللي حصل، وفي الوقت ده ليزا كانت بتعمل جلسة تصوير في منشر أخشاب مع ميجيل وتوماس. الكاميرا شغالة والضحك شغال، بس وسط الجو ده
ميجيل بيسمع همسات غريبة بين الأخشاب، بيبص حواليه بيلاقي مفيش حد، بس في حاجة غلط. وفجأة نفس البرغوث الغريب بيظهر تاني، بيقف على وش ليزا. البنت بترتبك وبتقول أنا مش مرتاحة، يلا نخلص النهاردة، وبتمشي من غير ما تفهم إن اللعنة لسه بتكتب الفصل اللي جاي منها. ميجيل بيرجع لوحده للورشة بتاعت عيلته. الدنيا هادية بس ريحة حاجة مش طبيعية في الهوا. الباب بيتقفل لوحده، الصوت الغريب بيرجع والمناشير بتشتغل فجأة من غير ما حد يلمسها. الراجل بيرمي الصورة اللي معاه في المكنة بالغلط وبيمد ايده ياخدها، بس المكنة بتقوم تشتغل لوحدها وبتقرب وبتقطعه نصين. بيصرخ بيسيبها وبيجري بره، بس اللعنة مش سايباه. بتبدأ الأرض تتحرك تحته وتعابين سودا بتطلع من بين الأخشاب. بيمسك في سكينة بيحاول يبعدها، بس واحدة منهم بتطلع لسانها وبتقرب منه كأنها بتبوسه، وهو مش مدرك إن الكارت اللي طلع له كان بيقول هيجي لك قبلتك الحلوة بس فيها سم النهاية. والبوسة جت فعلا يا صاحبي، بس كانت من تعبان. التعابين كلها بتتلف حواليه والسم بيجري في جسمه لحد ما بيقع على الأرض ميت. وفي اللحظة دي المحقق إزير جاله بلاغ بجثة تانية. بيروح المشرحة بيشوف المنظر وبيقول للطبيب العضات دي شكلها من أفعى مامبا سودة. الدكتور بيرد باستغراب، بس مفيش المامبا دي في أسبانيا أصلا. وهنا بقى الشكوك بتتحول لرعب حقيقي. في الطريق جيسون سايق العربية مع إريكا، مرة واحدة بيشوف صورة أصحابه الميتين في المراية الخلفية. بيفرمل فجأة وإريكا بتبص لورا وبتشوفهم هما كمان. المنظر مرعب، كأن الأشباح رجعت تطالب بحساب. بيرجعوا البيت مرعوبين، بيلاقوا توماس وليزا قاعدين يعيطوا، الكل منهار محدش عارف ايه اللي بيحصل. إريكا بتصرخ وتقول الكروت اللي بيطلعها الناس بتتحقق فعلا، اللعبة دي ملعونة. جيسون بيرد وهو متوتر أنا كمان بدأت أصدق، اللعبة دي مش هزار، دي لعنة. الليلة دي محدش فيهم نام. جيسون قاعد قدام اللعبة ووشه شاحب كأنه شاف الموت بعينيه. بيقول له توماس وإريكا أنا دورت على اسم اللعبة على النت، عارفين اتعملت من إيه؟ بيسكت لحظة وبيكمل من دم وجلد ساحرة اتحرقت في القرن ال15. الكل بيتجمد مكانه. إريكا بتصرخ يعني كل اللي حصل ده من الساحرة؟ جيسون بيهز راسه وبيقول أيوة، اللعبة دي معمولة من أجزائها وكل كارت فيها بيتحقق في الحقيقة. توماس بيضحك وهو متوتر كده، يعني اللي يخسر يموت. جيسون بيرد وهو بيبصله بخوف بالظبط كده يا صاحبي. فجأة جيسون بيقوم وياخد اللعبة وبيقول كفاية كده أنا هحرقها النهاردة. بيروح فعلا وبيولع نار وبيرمي اللوحة فيها، بس وهو واقف بيتفرج عليها وهي بتتحرق بيحس ان في دم بينزل من مناخيره. بيمسحه، بيفتكر الكارت اللي طلع له في اول اللعبة مكتوب عليه راسك هتنفجر بس هتفضل امن. بيفضل ثابت عينيه مرعوبة، اللعنة لسه شغالة حتى وهو بيحاول يتخلص منها. بنرجع لتوماس وليزا. الجو في البيت غريب وليزا بتكح جامد، بتمسك شعرها بتلاقي خصلة كاملة وقعت في ايدها. بتصرخ بتبص في المراية وشها بدأ يبقى شاحب بسرعة. بتقول لتوماس انا حاسه ان في حاجه غلط، اللعبه دي لسه بتطاردنا. توماس بيحاول يهديها ارتاحي ده يمكن حاله مؤقته، وبيقوم يعمل لها كوبايه شاي وهو مش فاهم ان الوقت خلص. الصبح بيصحى توماس على صرخه، بيبص جنبه على السرير بيلاقي ست كبيره نايمه مكان ليزا. بيقوم يصرخ بيشيلها ويجري بيها على المستشفى. الناس بتبص عليهم كانهم في كابوس. في المستشفى المحقق إزير بيقابلهم تاني، بيقول لهم انا عرفت كل حاجة عن اللعبة. جيسون بيرد عليه انا عندي اللوحة في بيتي بس الاول لازم اشوف صاحبتي. بيدخلوا اوضة ليزا بيلاقوها عجوزة خالص وشها مليان تجاعيد ونفسها بيطلع بالعافية. إريكا بتمسك ايدها وبتعيط، بس ليزا بتبص لهم وبتقول الكارت قال كده، الجمال هيبقى سبب نهايتي. وبمجرد ما بتقول الجملة دي بتسكت للأبد. الكل بينهار والمشهد بيبقى تقيل. جيسون بيقول بصوت خافت كل كارت بيتحقق حرفيا، يعني اللي باقي لسه هيجي. بعد الجنازة التلاتة بيقرروا يدوروا على مالك صاحب المحل اللي باع اللعبة. بيروحوا للمحل بيلاقوه فاضي كأنه اتساب من سنين، كل حاجة متكسرة والتراب مالي المكان. بيسألوا الناس في الشارع عليه، واحد بيقول لهم ده ساكن بره المدينة لو لسه عايش. وفي الطريق إلينا كانت سايقة عربيتها راجعة لبلدها ميلانو، بس ناسية ان الكارت بتاعها كان بيقول في صباح يوم هتطلع دخان يشوفه من بعيد. ويا ريتها كانت افتكرت وهي بتتكلم في الموبايل مع امها. بتغفل للحظة بتلاقي عربية نقل قدامها بتحاول تفرمل، العربية بتتقلب وبتخبط في تانك بنزين. الشرارة بتولع والدنيا بتنفجر، دخان اسود بيطلع للسماء بالظبط زي ما الكارت قال. اللعبة دي يا صاحبي ما بتنساش، كل كارت وعد
ووعودها كلها موت. بعد اللي حصل جيسون وإريكا وتوماس قرروا يروحوا يدوروا على مالك بنفسهم. الطريق طويل والجو مغيم، كأن الدنيا كلها بتقول لهم ارجعوا قبل ما تتورطوا أكتر، لكن الفضول أو يمكن الرعب كان أقوى. بيوصلوا بيت مهجور بعيد عن المدينة، الحيطان متشققة والتراب مغطي كل حاجة، والكرسي المتحرك اللي كان مالك قاعد عليه واقف لوحده في نص الأوضة. وفجأة بيطلع مالك قدامهم واقف على رجليه. جيسون بيتجمد مكانه بيقول ازاي انت كنت مشلول؟ مالك بيبص له بنظرة غريبة وبيقول له كنت. جيسون بيقول له انت كسبت في اللعبة صح؟ مالك بيبتسم ابتسامة كلها وجع وبيقول أمنيتي كانت أمشي برجلي تاني واتحققت. توماس بيسأله طب وساحر اللعبة الساحرة واللعنة؟ مالك بيرد وهو بيتنفس بصعوبة اللي بيكسب لازم يورث اللعبة علشان أمنيته تفضل حقيقية، اللي بيخسر بيموت، واللي بيرفض يلعب اللعبة هي اللي بتختاره. جيسون بيقول له ساعدنا نكسرها. مالك بيضحك ضحكة حزينة وبيقول له مفيش كسر، اللعبة دي بتكسر الناس مش العكس، وبيحاول يطردهم من البيت بس توماس بيزقه ومالك بيقع على الأرض قبل ما يفقد الوعي. بيقول له وهو مخنوق لو حد فيكم خسر هيجي دوره. الجماعة بيسيبوه بيمشوا بسرعة مرعوبين من كل كلمة قالها. وفي الطريق بيشوف على الشط أرواح أصحابهم اللي ماتوا واقفين ساكتين باصين ليهم بنظرات كلها حزن. توماس بيتمتم بخوف أنا حاسس إن الدور عليا، لكن جيسون بيرد لا المرة دي هنكمل اللعبة وننهيها. بيوصلوا البيت بيلاقوا المحقق إيزير واقف مستنيهم، وشه غامض كده ونظراته مريبة. بيقول لهم فين اللعبة؟ جيسون بيرد رميناها في البحر. إيزير بيشد مسدسه وبيقول كذاب، اللعبة دي تقدر تحقق الأمنيات وأنا عايز مراتي وابني يرجعوا. الجماعة بيتصدموا وإيريكا بتصرخ اللعبة دي بتقتل مش هترجع لك حد، بس هو بيرد أنا أصلا ميت. الكلمة بتقع عليهم زي الصدمة والكل بيبدأ يراجع نفسه، هو الراجل ده بشر ولا كمان اللعبة اختارته؟ بيحاول توماس ياخد منه المسدس وبيتخانقوا والجماعة بيهربوا، بس توماس بيتقبض عليه. جيسون وإيريكا بيجروا ناحية المنارة اللي هي بيتها، والمحقق بيسحب توماس على الجراج القديم عند البحر وبيأمره يحفر قبره بنفسه، وبيقول له أنا هستخدم اللعبة علشان أرجع اللي ضاع مني حتى لو موتك هو التمن. وفي نفس الوقت جيسون وإيريكا في المنارة بيقرروا يلعبوا الجولة الأخيرة، كل رمية فيها ممكن تكون النهاية. الليل كان هادي بس الهوا تقيل كأنه شايل أرواح اللي ماتوا. جيسون وإيريكا قاعدين في المنارة والبحر بيخبط في الصخور بصوت يخوف. قدامهم اللعبة مامبا مفتوحة والزهر في إيد جيسون، بيبص لها وبيقول المرة دي هنخلصها هنكسبها ونفك اللعنة دي. إيريكا بترد بس يا جيسون اللعبة دي ما بتخسرش. بيرمي الزهر والكل ساكت. الكارت اللي بيطلع مكتوب عليه هيتم رميك في الأعماق وهناك بتتطهري بالنار والمية. جيسون بيبص لإيريكا بخضة يعرف إن الكارت ده ليها. وفي نفس اللحظة الآلاف من البراغيث بتملى السماء حوالين المنارة، صوتهم عامل دوشة كأنهم جيش من الموت. جيسون بيقول بصوت عالي لازم نكمل. بيرمي الزهر تاني بيطلع رقم 11 أعلى رقم ممكن. الكتاب اللي في اللوحة بيتفتح وبيطلع صوت بيقول اختار بين راس الأفعى اللي عليها كلمة الزمان أو التانية اللي مكتوب عليها كلمة المكان. الاختيار ده هو اللي هيحدد مصيره. بيسأل الأفاعي زي ما القواعد بتقول مين فيكم بتكذب ومين بتقول الحقيقة، لكن مفيش رد بس وشوشة غريبة كأن اللعبة بتستمتع بخوفه. وقبل ما يقرر الموبايل بيرن. توماس صوته مخنوق بيقول جيسون الراجل ده هيقتلني، بدل اللعبة بحياتي. جيسون بيتوتر مش عارف يعمل ايه، لكن في الجراج توماس بيحاول يقاوم بيمسك مجرفة وبيضرب المحقق إيزير، بس المحقق بيرد عليه برصاصة مباشرة وتوماس بيقع على الأرض. الكارت اللي كان طالع له زمان بيتحقق، اللي ليه عينين بس مش شايف هيفضل آكل للديدان. وده اللي حصل حرفيا في المنارة. اللعبة بتغلي حرفيا والهواء مليان خنافس وضبابير. جيسون بيحضن إيريكا وبيقول لها مش هسيبك، بس هي بتبص له وهي حزينة وبتقول له اللعبة دي مش هتخلص غير لما كل الكروت تتحقق. وبتقوم بهدوء بتمشي ناحية البحر وهو بيجري وراها بس مش بيلحقها، الموج بيبلعها قدام عينه. جيسون بيقع على الأرض منهار وفجأة بيلاقي اللعبة مرمية على الرمل جنبه. بيمد ايده علشان ياخدها لكن صوت خطوات بيجي من وراه، وفجأة المحقق إيزير بيظهر قدامه شايل المسدس. بيقول له اديني اللعبة أنا اللي هكملها. بس قبل ما يعمل حاجة بيظهر طيف بيطلع من البحر، شكل ست جميلة شعرها سايح وشبه إيريكا بالظبط. جيسون بيبص لها بذهول وبتبتسم له ابتسامة باردة وبتقول أنا مامبا أمنيتك إيه؟ بيقف قدامها الدموع في عينه وبيقول عايز أرجع أسبوع قبل كل ده وما كنتش لقيت اللعبة دي أبدا. الست بتبتسم
والبراغيث بتهاجمه وبتغطيه بالكامل وبعدين بتختفي. فجأة جيسون بيفتح عينه على سريره قبل أسبوع، الشمس طالعة، أصحابه عايشين، كل حاجة راجعة زي الأول، بس هو الوحيد اللي فاكر اللي حصل. بيبص ناحية الممر بيلاقي اللعبة مامبا في نفس المكان اللي لقاها فيه أول مرة. بيسحب نفسه وبيقف وبيبص للصندوق وهو بيترعش. بيسمع صوت في دماغه بيقول عايز تلعب. الكاميرا بتقرب على وشه، هو بيبتسم ابتسامة غامضة والشاشة بتسود. وهنا بتكون النهاية. لو عجبكم الملخص يا جماعة ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة لو لسه جديد هنا عشان يوصل لكم كل فيلم جديد. بس السؤال كده بيني وبينكم، لو اللعبة دي فعلا وقعت في ايدك هتجرب تلعب دور واحد بس وتشوف هيحصل ايه، ولا هتجري وتسيبها زي اي عاقل؟ اكتبوا لي رأيكم تحت في الكومنتات واستنونا في الملخص الجاي، حكاية جديدة ورعب جديد. سلام.